عندك أرق، جربت كل المنومات ومش جايبة نتيجة، جرب تعمل السلطة دي قبل ما تنام وهي فيها تين. وأنا كنت اتكلمت عن العناصر اللي بتقل في جسمنا ووقتها بنحس بأرق، وأهم العناصر دي هو الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ومفيش أحسن من التين في كل العناصر دي. يعني انت لما تاخد واحدة تين انت هتكون أخدت فيها 30 سعر حراري بس كمان هتكون خدت فيها نسبة عالية جدا من البوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم، وبالتالي انت كمان هتحسن صحة العظام، هيحسن عندك جدا عملية الحرق، وهي كمان فيها نسبة عالية جدا من النحاس، والنحاس مصدر مهم جدا للطاقة، وكمان هيحسن جدا عملية الحرق. لا مش بس كده، هيزود خروج كمان نيورو ترانسميترز والتريبتوفان، ودي حاجات كلها بتساعدنا على النوم لانها تزود خروج السيروتونين والميلاتونين في جسمنا، وبالتالي هندخل في نوم هادي وعميق. واهم حاجة ان احنا نعمل كل الوصفات بطريقة صحية. يعني ازاي ممكن نستفيد اكبر استفادة من التين؟ والتين والزيتون. ضيف للتين زيت زيتون، التين المجفف لو ضفته مع زيت زيتون انت كده هتعلي جدا مضادات الاكسده، وبالتالي جسمك هيقاوم كل الامراض المناعيه والامراض السرطانيه. لا مش بس كده، كمان انت هتحسن جدا من صحه القلب، وهيقلل كمان ضغط الدم، كمان هيقلل جدا كوليسترول الدم الضار، وهيحسن كوليسترول الدم النافع، هيقلل جدا الخلايا السرطانيه وخصوصا سرطان الثدي. التين مفيد جدا لكل السيدات لانه كمان بيزود جدا هرمونات الانوثه، وبيحسن جدا من الحاله المزاجيه، وبيقلل كمان من الدبريشن. كمان في نسبه كويسه جدا من الزنك، وبالتالي بيحسن جدا مظهر البشره. التين ربنا اتكلم عنه، وكل الابحاث اثبتت ان كل حاجه ربنا ذكرها في القران ليها فايده وليها خاصيه احنا محتاجينها في يومنا. مش بس كده، كمان في نسبه عاليه من السيلينيوم، وبالتالي هو مفيد جدا لمرضى الغده، كمان هو مفيد جدا لصحه المخ، وبيقوي الذاكره، وبيقلل من امراض الشيخوخه وتقدم السن، هيقلل من هشاشة العظام جدا جدا جدا، كمان هيحسن جدا جدا عملية الحرق. وكمان اللي عندهم إمساك لازم ياخدوا تين، لأن التين هايل جدا في زيادة حركة المعدة، وكمان كل أمراض قرح المعدة هيكون مفيد ليها. انت عارف ان واحدة بس من التين ممكن تقدم لك اكتر من 3% من احتياجك اليومي من النحاس؟ يعني هنكون خلايا دم كتير، وهنزود الحديد، وهنزود كمان فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين بي 6 وبي 12، يعني كمان هنضمن صحة للعظام وللأطراف، وهنزود خلايا الدم، وكمان هيزيد عندنا عملية الحرق. وكمان لما ننقعه مع زيت الزيتون هناخد دبل افكت، وهو ان احنا كمان هيزيد عندنا مضادات أكسدة، مضادات التهاب، وكمان هيزيد عندنا عملية الحرق. بس خلي بالك لو بتاخد أدوية سيولة خلي بالك من التين، وكمان خلي بالك من التين المجفف لأنه سكرياته عالية جدا. التين نقدر ندخله في الدايت بأكتر من طريقة، ممكن نعمل منه انرجي بولز حلوة جدا، ممكن كمان نعمل منه سموزي وهيكون هايل جدا في حالات النحافة. التين هيمشي معانا سواء كنا عاوزين نتخن او عاوزين نخس، غني بالالياف وهيشبعنا مدة طويلة، وكمان هو حاجة صحية جدا. يبقى يستاهل يتحب ولا ما يستاهلش؟ قولولي في التعليقات لو تحبوا نتكلم على حاجة تانية، وما تنسوش تحبوا التين والزيتون.